يقف في الموتوسيكل. يا لهوي احنا دلوقتي يا لهوي شفت السواقه عندهم عامله ازاي؟ والله كان هيخبطني. بس دي انت تحس ان خوذه داخل بوشينكي، يعني الناس بتقطع عليك الطريق وانت ماشي بالمكنه ويسرقوه. شوفوا بقى يا معلم، تشكيله ما شاء الله، احلى فطار اكله من ساعه ما جيت مالطا حرفيا. ويلكم تو مالطا. يا جماعه في بتاع انابيب في مالطا، كان في حد هنا عمال يخبط ويقول انابيب، راح فين انا مش عارف. الساعه دلوقتي 7 الصبح، احس نفسي افضل العربيه. طبعا الجو النهارده لطيف، بس مش هيظهر دلوقتي غير لما تبقى الساعه 10 عشان درجه الحراره هتزيد. فدلوقتي احنا هننزل على البحر ويقابل الشبوبز. ده اول مصر هناك اهو. عامل ايه؟ صباح الخير. المصريين مالين المنطقه. معاك خوذه تانية صح؟ احنا جالنا مشوار دلوقتي بالفيسبا، هتاخدنا نلف مالطا يعني؟ قشطه، البس واجيلك دقيقه. شوفوا ده الصليب الاحمر عشان لو في اي حاله غريق. انا عايز فريسكا يا جدعان. فريسكا فريسكا. هنخرج نلف المنطقه دلوقتي بالفيسبا، بس مش عارف البس ايه. في عندي التيشيرت ده حلو، وكمان هناخد البنطلون الابيض ده. عايز اقول لكم ان احنا هنروح دلوقتي نفطر بالفيسبا ونستكشف برضو المنطقه هنا شويه بيها، لان هتكون متعه حرفيا. طبعا من اجدع الناس المصريين اللي موجودين هنا في مالطا. هلو، how are you doing bro? Where are you from? Mauritius. Mauritius. Mauritius is near to Australia. Oh really? You look like Indian bro. We are same. He's speaking actually in Indian language, but he's from Mauritius. حتى الانجليش بتاعك very good. Have a nice day. ها الجو المشكله عمال يبقى حر دلوقتي، تعرف انا كنت فوق كان الجو برد. الصلاة على النبي. فيسبا ايه ده؟ بتمشي اكتر من 45 كيلو في الساعه صح؟ ما شاء الله 100. حلوه جدا. دي الخوذه الثانيه. الخوذه دي حاجه اساسيه لازم تمشي بيها هنا في مالطا، لازم. لو من دونها هتعمل لك غرامه صح؟ بس دي انت تحس ان خوذه داخل بوشينكي. والله خوذه حرب كده حلو. خوذة الحصينة دي. والجيش برضه تبقى في الجيش كده تلبسها كده صح؟ اي حاجه محدش يقول حاجه. يلا بينا. هتاخدنا فين دلوقتي؟ انت عايز تروح فين؟ اي مكان. هنروح نفطر. ايه رايكم في الخوذه؟ يلا. بس ايه بقى اهم حاجه هنا في مالطا هي المكنه صح؟ ايه ده؟ ثواني. تقدر تلفها في ساعتين بالمكنه ولا في ساعه؟ النضاريطه؟ ما انا معايا واحده نضاريطه. البسها انت، ربنا يخليك يا طه. بتعرف تسوقها؟ لا. حد بيعرف يوقف في الموتوسيكل؟ يا لهوي. صلى على النبي على المالطين حبيبي. السواقه هنا على الشمال يعني ايه؟ الله يسترها بعد. امين يا رب. يا عم انا شايف انت في الارياف ها؟ دي حقيقه، تحس نفسك في شبرا. والله تحس نفسك في الارياف والله. والاهم حاجه كمان والاستمتاع انك تلف بالمكنه احسن من العربيه بكتير قوي. يا بيوتك يا مالطا. بيوتك ايه يا جدع؟ الواحد حاسس ان هي قطته وصاله. 200 وعيشه. شوف المطب اوبا هنطير. خان الخليل ده بيحسسك بخان الخليل، انما تحمرشوا بيه. شوف بتاع اللانسر ده هيخش فينا. السواقه على الشمال ده خطر والله. يعني لو انا سايق دلوقتي الموتور هتلاقيني ماشي كده بقابل الابيض بقول له السلام عليكم. عملتها قبل كده. اول ما ركبت عملتها. ببص لقيت واحد والله
ما هي- قعد يزعق تعبت، هو ما كانش معاه رخصه، مشيت اسبوع من غير رخصه. يا ولو اتمسكت هيودوك لمصر. رحلونا على ليبيا. ليه يا حبيبي؟ عشان هي الاقرب لينا. شوف عمو بتاع الحنطور، اركبين الحنطور. تنننتن. السلام عليكم. اوه مالطا حبيبي. تحس ان انت عايش من ايام الهكسوس يا صاحبي. دي حقيقة بسبب مبانيهم القديمة ديت. تحس ان انت عايش من ايام الهكسوس، ايام الانجليز. ما ده هم اصلا كانوا محتلينها البريطانيين. شوفوا حتى ما يعني لما بيرمموا المباني بتاعتهم بتحس ان هي زي ما هي. بس هي فيها شبه من الاردن كتير قوي. ده اللي انا حسيته لان انا كنت في الاردن، فشبه عمان والاماكن دي. حبيب قلبي ده هي جزيره، هي جزيره عامله شبه النقطه على الخريطه. وسط البلد. دي الشرطه هناك اهي. ايوه يجب ان نكون محترمين. عشان الشرطه ما تمرجحناش. غرامه. انا ترحلنا على المانيا وانت في ليبيا. هنركن هنا؟ بعتقد احنا وصلنا لاخر الجزيره. احنا كده في محافظه تانية يعني. اسمها ايه؟ عمرون. عمرون؟ بيقول لك بقى يعني ايه، ما بين المحافظه دي والمحافظه دي دقيقتين. ما هو عمرون حتى اسماء المحافظات عندهم عمرون، واسماء المدن تلاقي بيقول لك ايه؟ المدينه، الجزيره. فين المدينه؟ احنا رايحين على المدينه؟ المدينه شويه كده ونروح المدينه. ايش نروح نستكشف المدينه، لان انا سمعت ان هي واحده من اقدم المدن اللي موجوده هنا في مالطا، مع ان مالطا قديمه بس ديت بسبب الاستعمارات والايام اللي مدت عليها، فبيقولوا فيها تراث عالمي وبيوت قديمه تشبه ايه بقى ايام زمان. شوفوا ده اتوبيس سياحي بيلففك الجزيره كلها. هنركن هنا؟ شكرا. ميرسي. ايه ده محل عربي؟ محل ايه؟ فلافل. المحل ده مصري ولا عربي؟ طالما مكتوب فلافل يبقى عربي. احنا نزلنا الزون فوشينكي. بتاع دي بتتخنق ازاي؟ عارف درجة الحرارة حر، ولما تلبس زيت هتعمل لك حر اكتر، وما ينفعش يمشي من دنا عشان فيها غرامة. غرم على طول وتطرح. ويا لهوي. شوفوا ما شاء الله اللي هناك ديت تحس انها قبة القدس. هنخش ناكل في المكان ده دلوقتي اسمه فلافل. ده البتنجان، تشكيلة سلطة سورية كده معينة، طعمية، وهنا برضو بتنجان وكرنب ده ولا ايه؟ قرنبيط. ودي قرنبيط، ودي التومية يا حبيبي، التومية السورية. المحل اصلا سوري بس شغالين فيه مصريين، فميكس رهيب. شوفوا بقى يا معلم تشكيلة ما شاء الله، احلى فطار اكله من ساعة ما جيت مالطا حرفيا. شوف الطعمية عاملة ازاي، تقسم حتة كده الشكل من جوه. انا بحب اخد الطعمية مع حتة بتنجانية مع بطاطاية وعوص يا معلم في التومية وعم يا جمل. لحمة ايه؟ لحمة فراخ. كل دي في خد. صلى على النبي. احلى مسا عليكم. السلام عليكم. انصحكم تيجوا تاكلوا في المطعم ده، موجود في المدينة هنا، اسمه فلافل. فطعم الفلافل اصلا عندهم حلوة الطعمية يعني. الى اين سنتجه الدين الخوذة؟ بس غلط. ايوه كده صح. الواحد بعد الاكل خد كميه بروتينات مصريه. تحس ان انت رجعت مصر تاني يا صاحبي. حرفيا بوسط الاماكن دي مع الطعميه. الشمس ديت والجو اللي هنا
لازم ان انت تاكل اكل مصر عشان يرم عظمك. دي حقيقة. البحر الأبيض المتوسط جواها غير جو أوروبا خالص. دي ده ما عندهمش اصلا طريق سريع. هو ده الطريق السريع. هو ده بالنسبه لهم الطريق السريع وسط المباني. لو عملوا طريق سريع هياخدوا البيوت معاهم. نركن هنا. احنا دلوقتي يا لهوي كنت هخبط في العربيه. حلو حلو، هو الغلطان عشان هو اللي جاي سريع. شفت السواقه عندهم عامله ازاي؟ والله كان هيخبطني. الحمد لله جت خير. ما بخوذي بوشينك ديت الباراشوت ضرب في الهواء بالغلط. تتخيل ازاي؟ طبعا احنا وصلنا دلوقتي منطقه اسمها المدينه. المدينه ديت هي واحده من اقدم المدن او الاماكن اللي موجوده بشكل عام في مالطا اصلا. هنخش ونستكشفها من جوه. هي مالطا كلها قديمه يعني، بس في بعض المناطق دايما بتكون هي في الاستعمار والبناء هي الاقدم. الو السلام عليكم. بولت الشركه ديت منتشره جامد قوي هنا في مالطا. بولت ده عشان السياح صح؟ لا عشان ما هو ده وسيله البتاع اصلا عندي. الاتوبيس احسن 2 يورو بس. الاتوبيس احسن 2 يورو. هيا بنا سنكسف المدينه. هلو شوف الجو عامل ازاي من اولها كده. بس السواقه اللي على الشمال ديت هي اللي بتخلي الناس تتلخبط الصراحه. شوفوا بقى المدينه هنا رغم المباني القديمه اللي موجوده فيها، بس عايز اقول لكم انك فعلا انت في الاردن. Welcome to Malta. Where are you guys from? Malta. شو كيفك؟ كيفك انتي؟ Okay, you know right. Have a nice day. شوف الناس كل يوم عندهم حفلة. دي واحدة من الحفلات المشهورة هنا في مالطا يعملوها يوميا، بس عشان النهارده الحد اجازة فتلاقي عدد كبير جدا بينزل يحتفل. شوفوا حتى هنا الشرطة دي تحتفل معاهم عادي ومتواضعين مع الشعب بكمية ايه كبيرة قوي. وعايز اقول لكم في نفس الوقت ان الشعب المالطي هنا بعتقد من اكتر الشعوب اللي ما بتهتمش بصحتها. بيصحوا من النوم ياكلوا معجنات كتير قوي، حتى لما تروح اي مخبز هنا او اي مطعم موجود في مالطا تلاقي معظم المنيو اللي موجود كلها معجنات. عايز اقول لكم ان الصراحه المدينه لها طابع اخر من مالطا، بتتكلم عن تاريخ بسبب البيوت، لها حاجات جميله جدا هتخليك تقعد فيها الوقت اكتر. الاكتيفيتيات بس بتكون الصبح، بس عايز اقول لكم من اول الساعه 8 عشان هي منطقه سكنيه مش ساحليه على البحر، فالناس بتبدا تنام تقفل المحلات. ولكن سليمه اللي احنا كنا فيها امبارح وفاليتا ديت من افضل المدن اللي ممكن تقضي فيها يومك، وكمان فيها نشاط وحيويه من ناحيه السياح. طب يا طه بالنسبه بقى لنقطه الامان، هل في امن وامان هنا رغم ان هي جزيره يعني مش كبيره قوي؟ بص هي في امان في بعض المناطق، بس في مناطق تانية ما فيهاش امان. يعني حته مثلا زي الزيتون، حته مثلا منطقه اسمها الزيتون. ما انت بتخش جوه اصلا الاراضي، ممكن نلاقي حد يوقفك. ايه انا يعني حصلت معايا موقف، حصل معايا موقف شخصيا، اللي هو واحد افريقي جاي بيقول لي طلع اللي في شنطتك. يعني الناس بتقطع عليك الطريق وانت ماشي بالمكنه ويسرقوك. طب والشرطه مثلا لو واحد خد منك المكنه، ازاي هم بيهربوا بيها اصلا؟ هم بيهربوا بيها بقى، هم بيشيلوا النمر وبيشيلوا كل حاجه وبيتعاملوا بقى بيها عادي، عشان اصلا ما فيش اصلا عندك هنا اسمه ايه
مفيش عندك هنا اصلا يعني حد بيشيك على الحاجه، على مثلا موتور. مفيش يعني مثلا قليل قوي اما تلاقي موتور واقف في كمين. ندخل نجيب هنا ايس كريم لانه يعتبر من الاشهر في مالطا، والجو ده حر اصلا. هنا يباع ايس كريم. ايس كريم. وير از ذا ايس كريم؟ بعتقد الناحيه الثانيه، احنا دخلنا المكان الغلط، محل بقاله ده. هو ده بتاع الايس كريم. هو ده. شوف يا حبيبي الايس كريمات اللي موجوده. انت هتاخد ايه؟ انا الصراحه في الجو ده بضرب مانجا. لها مانجا برضه. مانجا 2 مانجا 2 مانجو في دول. we need to ice cream mango ice cream 2 بيس. take away. احلى حاجه ان هم هنا كلهم بيتكلموا انجلش. نو ويز بسكويت يعني ده. you take your time. شوف ده المحل اهو. قلت لكم ما شاء الله الاسيويين هنا هم اللي مسيطرين حتى على الايس في المطاعم. حاجاتهم حلوه. You want waffle in waffle cone? Okay. This is what I was meaning since early. I will make green waffle cone, okay? Yes, of course. It's like that. Thank you. Yes, like this. Thank you. Mango. انني من عشاق المانجا. شوف شكله عامل ازاي. Another like that. فيك يا معلم. Thank you. سلام. شوف البسكويت عامله ازاي. جو حلو. الله. جو حلو جوه. ما انت بره الايس كريم كله هيسيح مننا اصلا. هالو جايز. هالو مالتي. سيوي مالطا. بسم الله. طعم الوافل حلو قوي، بس لما يكون في كراميل بيطلع طعمه اجمد. والمانجا طعمها حلو. المانجا طعمها حلو. عايز اقول لكم ان التنقل بالمكنه له وضع تاني خالص عن العربيه. المكنه كده مكان مكشوف بيوريك الطبيعه اللي حواليك ويدخل لك هواء نقي. سلام على الجمال. راكب بطه. حد يوقف في الموتوسيكل. ده ايه بالنسبه لمالطا. احنا دلوقتي وصلنا سان جوليان. الاسم ايطالي تحسه شويه بس ساحليه. شوف المنظر عامل ازاي. هنعدي الناحيه دلوقتي الثانيه. يلا تعالى اجري يا طه يا قناوي. شوف المراكب عامله ازاي هنا. واو. هتقدر تشوف كل حاجه تحت الماء من النظافه بتاعتها. دي اي واحد بيجي هنا مالطا من السياح لازم يجي سان جوليا، لان من المناطق الجميله جدا في السباحه والاكتيفيتيات بتاعت البحر وكده. وكمان بييجوا عشان خاطر يصطادوا قدام. لو انت حابب الصيد وبتعمل يعني ايه النشاطات ديت، هي من اكتر الاماكن اللي بيجي ليها السياح. شايفين الشارع ده تقدر تقول كده كله مول كبير وبيوت ومطاعم وكل حاجه. وده السوق تحت، بس انا اعتقد ان في سوق فوق اكبر. فهي يعتبر اللي بتجمع كل المحلات التجاريه في مكان واحد والسياح بينزلوا فيها. وكمان بتديك ايه اسواق شعبيه تحسسك انك في دوله من دول اسيا مش في اوروبا. شوفوا ده السوق ده اللي هتطلع له ماشي. هنا هتلاقي مطاعم بجميع اكلات المختلفه، وانت واقف في المكان ده هتاكل كل حاجه تخطر على بالك. اكل هندي، افريقي، اي اكل. اقول لكم من ريحه الشارع عصير قصب. الدوله ديت معتمده على اكتر حاجه السياح، لان اصلا مش دوله صناعيه او بتصدر اكل او حاجه زي كده. كل اكلها بيستورده، لان جزيره صغيره وعدد سكانها اكتر من 600,000 نسمه، ولكن مساحتها اكتر من 300 كيلو متر مربع. فما فيش مكان ان اصلا يزرعوا فيه، فعايشه بس على السياح. معظم الاماكن اللي بنروحها هنا تلاقي مطل على طول على البحر، ومطاعم بقى في كل مكان وكافيهات. فاكتر اعتمادهم على الدخل هو السياح.
وعايز اقول لكم ان بيجي لها سياح من جميع انحاء العالم وبالذات من اوروبا بسبب طقسها المعتدل اللي موجود على البحر الابيض المتوسط. عندك مثلا المانيا بيمطر فيها دلوقتي، هنا الشتاء عندهم قليله قوي، عشان كده الناس دايما يلجأوا لمالطا. طبعا هنا ركننا المكنه وقابلت عمرو واحمد. احمد اتكلم شويه كده، بس عايز افاجئ الناس ان انت منين. عامل ايه يا احمد؟ حبيبي يا اخويا. اخبارك ايه؟ كله تمام حبيبي. شوف يا جماعه بيتكلم مصري بطلاقه عميقه، محدش هيستكشف ان هو اصلا سوري. بيحب مصر قوي. شوف وده الشاطئ، احنا دلوقتي في منطقه اسمها المليحه، جينا بقى عشان خاطر ننزل نسبح هنا لان الميه بتاعتها خرافيه. اللي انتوا شفتوكم واللي احنا جايين له ده كوم تاني. شوفوا الفيو عامل ازاي يا حبيبي، الجو خرافي وده احلى وقت الواحد يجي يسبح فيه. شوفوا ده الصليب الاحمر عشان لو في اي حاله غريق. انا عايز فريسكا يا جدعان. فريسكا. فريسكا. تصدق انا ولا مره في حياتي اكلت فريسكا؟ فريسكا. مفيش بتاع، ما تيجي نعمل مشروع الفريسكا هنا. تصدق برضه انا دايما بسمع عنها لكن بس الشط عملاق. غريق. ايه ده بيلعبوا كرة قدم ولا غريق؟ طب انا عايز اعرف هم ليه نزلوا العالمين دلوقتي؟ غرق والله غريق؟ لا مفيش غريق. يا عم يلا شهيد. اختاروا لنا مكان فاضي. هنا فاضي. احلى مكان فاضي. احنا شكلنا هنروح عند اخر صخرة هناك هنا عشان خاطر نلاقي مكان فاضي. جوزني. يلا هو ده المقر بتاعنا. افرش. احنا عايزين احنا مش عايزين حاجة، احنا هنقعد قدام المكان الجامد ده. احنا هنفرش هنا. لازم قبل ما انزل اجرب الحاجة، اشوف المية. لا حلوه مالحة؟ مش بارده. مالحة اكيد مالحه يعني. احنا مش فاهمين يا جماعة شوفوا ايش منظر، والله المنظر خرافي. هاي جايز، اوه ماي جاد. بقالي سنه ضربة عميقة. ما نزلتش في البحر. سنة. عايز اقول لكم ان عمر اصلا عايش في مالطا وما بيجيش البحر. مية حلوة جدا بس بدأت تبرد. عمرو يلا اديها غطسة. تعرف تعوم عم كلابي؟ بقول لك ايه؟ تعال نعمل سباق. لا مش سباق، اللي هي النفس الأطول. تعرف تعوم بوت وحده؟ بعرف. واو. المية هنا جميلة جدا، حتى دافية غير مية البحيرة اللي أنا كنت بنزلها. تلاقيها مية سايحة من التلوج وبرد جدا، بس هنا بسبب درجة الحرارة والشمس تلاقي المية ايه؟ ولا كأنك في مية. دول بيلعبوا كرة الشاطئ. كانوا ليه الجزر؟ Yeah, if you want, but yeah. اوه ماي جاد. بالراحة يا احمد. بالراحة يا احمد. Whoa. It's not this. It's fingertips up, okay? No down. Try again. Practice, okay? No. Right, get underneath it. Okay. Yes, there we go. That's the book. Yeah, we do it. Ready? Better. Oh fuck. Nice to meet you and have a nice time. عايز اقول لكم ان الصراحه مالطا اختيار مناسب جدا ان الواحد يجي يقضي المصيف فيه هنا بسبب الاجواء الجميله اللي انتم شايفينها ديت، وبسبب كمان الاماكن التاريخيه والقديمه اللي موجوده هنا في مالطا تشجعك انك تيجي الصراحه تستكشفها. جزيره صغيره بس فيها اكتيفيتيات ونشاطات حلوه قوي لكل السياح. طب كده اعزائي المشاهدين، نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نشوفكم فيديوهات جديده. سلام.